السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بكم متابعاتي الغاليات، ويا رب تكونون بصحة وعافية انتو وعوائلكم. فيديونا لهذا اليوم راح يكون عن طريقة عمل الفريكة السورية. الفريكة السورية نوع من أنواع البرغل، بس برغل فاخر. شلون احنا عندنا التمن العنبر من أرقى أنواع التمن، الفريكة نفس الشي بالنسبة للبرغل، وسعرها يكون 3 أضعاف سعر البرغل العادي. ليش؟ لأن طريقة زراعته صعبة، وطريقة الجني مالته أصعب. دا نشوف أول شي لونه أخضر، مو مثل لون البرغل العادي. لأن قبل لا تيبس حباية البرغل وقبل الحصاد يتم حرق المحصول كله حتى ينتج لنا هذا النوع. طبعا بديت بغسل الفريكة. لازم نغسله أكثر من مرة، يعني مرة مرتين يجوز توصل ل4 مرات حتى يروح لون السواد من الطبخة مالتنا. وننظفه كل زين، لأن أكو راح تطلع عندنا حبات محترقة. مثل ما تشوفون، شوفوا المي الأسود طبعا مالته. هاي بعد ما غسلته غسلة أولى، وهاي الغسلة الثانية. نظل ننظف بيه وننظف الحبات مالته حتى نحصل على لون خضار صافي 100%. طبعا هنا أنا مستمرة كنت بالغسل مالته، و يعني حتى تاني أنقع شوية حتى تطرى حباية البرغل مالتي. طبعا بعد ما نقعته شفت لون البرغل او الفريكة ظل المي مالته بيه سواد. رجعت غسلته اكثر من مرة مثل ما تشوفون. شفتوا هنا، أنا شوف المي مالتي صفى بنسبة 100%. يلا تأكدت من نظافته حتى نحصل على طبخة طيبة بنسبة 100%. والله أنا بالنسبة لي للأمانة هاي أول مرة أجربه. كل مرة إحنا نشوف بالمسلسلات السورية يطلعون الفريكة، بس قلت خل أجربها. طبعا هاي ما طول دا أشتغل، أنا فاتحة لطميات على الإمام الحسين عليه السلام. وأثناء ما نقعت الفريكة طبخت وياه تشريب لحم، لأن هو ما ينأكل وحده. تشرب اللحم أكيد الكل يعرفون يطبخونه. يعني حمست اللحم ببصل وكركم وكمون وشوية زنجبيل وقرنفل، وعندنا نبصرة. وحتى نعزز لون الكركم ويصير الصفار 100%، نحط طماطاية وحدة ونثقبها. ما نمردها، لا، حتى لا يصير عندنا التشريب مالتنا لونه أحمر، احنا نريده أصفر على برتقالي. هنا أنا راح بعد ما نقعت عندنا الفريكة نصفي المي مالتها، نصفيه بنسبة 100% حتى شنو نبدي بطبخة. طبخة كل سهل، ويعني ما بي تعقيد. نخلي الزيت عندنا كيفكم، إذا زيت وإذا سمن عربي، يعني اللي هو احنا عندنا الدهن براحتكم. اللي يريد يطبخه بزبد، اللي يريد يطبخه بدهن حر براحته. أنا المتوفر عندي زيت نباتي. ونحمس بصل، نحمسه على نار ناصية حتى لا يصير البصل يحترق بسرعة، نريد لونه أشقر. فلازم واحد شوي عينه على البصل، يعني نار ناصية ويظل يقلب بيه، لأن أنا أضوج البصل مني يحترق، يعطي مرارة لأي طبخة واحد يسويها. شحال إذا إحنا يعني جاي أسوي طبخة لأول مرة، وطبعا متانين يعني يريدون يشوفون شنو طعمها، ونحاول يكون طعمها مثل طعم السوريين بالضبط. بعد ما البصل صار لونه أشقر خلينا الفريكة. نظل نقلبها بالزيت حتى تتغلف كل الحبات عندنا بنكهة البصل. والله الأمانة هسه ريحتها طيبة، يعني أكو ريحة، يعني شلون مرات إحنا عندنا الخبز من خبز التنور الحطب تصير بيه ريحة مميزة. هاي أيضا هم بيها ريحة تختلف، يعني شي غريب. أنا كلش صراحة كلش عجبني.
نظل نقلبه بالدهن والبصل لحد ما نتأكد انه تغلفت الحبات كلها، ونضيف مي نظيف، ما راح نستعمل نفس المي اللي نقعنا بيه. بالمناسبة هو ما ينباع وزن هنا عندنا بتركيا، بس المحلات مال السوريين يبيعونه مغلف كامل، يعني ما يبيعون وزن. الملح هنا حسب الرغبة، أنا خليت خاشوقة وربع مال كوب، مو مال أكل، لأن الملح اللي عندي كلش مالح، يعني مو مثل الملح العادي، يعني ما أعرف ليش هيك ملوحته قوية. نقلل النار ونقبغ الجدر لحد ما يستوي ويشرب المي. هنا أنا بعد ما استوت طبختنا، اللي يشوف شكله عبالك تمه نماش، بس هو نوع من أنواع البرغل وطعمه كلش غريب وطيب. أنصحكم تجربونه. وهاي التشريب مالتي، ثردت الخبز وخليت فوقه اللحم والبصل والنمبصرة، وخليت الفريكة على صفحة وخليت قطع اللحم فوقها، على أمل هنا نذوقها أول مرة ونجرب أكل إخواننا السوريين. وهاي طبختنا لهذا اليوم، وأتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل جرس المتابعة، حتى يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة نطبخ ونسولف. وأتمنى تدعون الوالدتي بالرحمة، ويا هلا ومرحبا بكم.